لو انتي ام عصبية متستنتجيش بسرعة انك كده ام سيئة. اسألي نفسك الاول، هو انا بقيت كده امتى؟ انا بقالي قد ايه مستنزفة؟ بقالي قد ايه محدش قالي انتي عاملة ايه او انتي محتاجة ايه؟ اخر مرة زعقتي فيها لطفلك كنتي متعصبة منه فعلا ولا متعصبة من حاجة حواليكي تانية؟ يمكن الفيديو ده ليا وليكوا. انا بحاول برضو نكون اهدى. الفيديو ده في فترة من الفترات لاحظت ان في ردود افعالي بقت اكبر من الموقف. بدل ما الوم نفسي بقى، بدأت اسأل هو انا ايه اللي حصل جواي. بدل ما تطلعي طاقتك في ابنك او بنتك، اقفي وقولي لنفسك انا بعمل كده ليه، انا حاسه بايه. فكري الاول، ده طفل في الاول وفي الاخر. الموقف مهما كان، سواء الغلط ده كبير او صغير، اتعصب واتضايق مفيش اي مشكله، على قد الفعل مش اكبر من الفعل نفسه. عارفه بالليل كده بعد ما ابنك ينام وتلومي نفسك وتقولي من بكره هحاول اكون ام هاديه، ده معناه ان رد فعلك النهارده ما كانش قد الفعل، كان اكبر منه. ولو كان بعد ما بينام بتقولي هو غلط النهارده بس علمته غلطه، وعلمته يتعامل ازاي في الموقف زي ده، او علمته يطلع غضبه ازاي. اوقات كتير بتبقى المشكله مش في تصرف الطفل نفسه، بتكون في حجم الضغط اللي احنا شايلينه معانا. ابنك محتاج حبك، لكنه كمان محتاج ام تحاول تهتم بنفسها، لان الام اللي بترتاح شويه بتقدر تحتوي اكتر بكتير من الام المضغوطه.